اول ما تشوفون الموضوع بيه صينيه وتم النثر بهذا الجمال، فاكيد الموضوع بيه لحم ويكون بهذا الجمال، لحم كاري باسهل واسرع طريقه ممكن نسويه وما يحتاج نسولف، واضحه الامور. بالبدايه طاوله على النار راح اخلي بيها بصل وجزر وبطاطا، وراح اخلي اللحم ونضيف فوقها ثوم ونحمسهم كلش زين. اول ما يصيرون بهذا الشكل راح اخلي عليهم كاري وكركم وكمون، وراح اضيف الملح ونضيف عليهم كزبره خضراء، وما ننسى السبايسي، واحمس البهارات دقيقتين. بعدها راح اخليها بقدر الضغط ونضيف كل المكونات واضيف عليها مي حار، وراح ياخذ عندي تقريبا 40 دقيقه او اقل شويه. وهذه الوصفه اكيد راح تحتاج تمن، بس النكهات لازم تكون مركزه وما بي اي اضافات، واكيد لازم تمن الوليمه. والتمن هذا رز بسمه السله حبه طويله 1121، حكينا عنه هوايه والجوده مالته مبينه، وبكل طبخات تلقوه موجود. راح اغسله غسله زينه وانقع مده 20 دقيقه. والتمن انا راح اسويه بشعريه، راح احمس الشعريه كل زين لحد ما تصير بهذا الشكل، وبعدها راح اضيف التمن اللي غسلناه ونقعناه، ونحرك التمن كل زين ونضيف له مي مغلي. المي راح يكون اكثر من مقدار التمن بنص كوب. اول ما يبدا ينشف عندنا المي راح نهدره ونغطيه ونخليه 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه حتشوفون التمن شلون صاير نثري وكل شيء عندكم تمام. كل المقادير تلقوها اسفل الفيديو.